السلام عليكم خياتي، ان شاء الله تكونوا كامل بخير ومهنيين. الوصفه تاع اليوم خياتي درت لكم فطيره محشيه بلا لحم وبلا دجاج، غير بالتكتوكه بصل وطوماطيش والفرامج. تجي بزاف بنينه وخفيفه، والعجينه واش نحكي لكم خفيفه ريشه بمقادير مضبوطه خياتي. درت لكم مقادير تاع خبزه كبيره، خبزه كبيره كما راكم تشوفوا. ان شاء الله تنال اعجابكم خياتي، تبعوا معايا الطريقه. اول حاجه هنايا في الريسيبيون تاعي، هنايا درت قلت لكم معبر تاع خبزه كبيره. درت هنايا 3 كيسان تاع فرينه، مع ربع كاس تاع الزيت. عندي هنايا بياض تاع بيضه والصفار نحتفظوا به باش ندهنوا به الخبزه تاعنا من الفوق. عندي مغرفه صغيره تاع الملح، عندي مغرفه صغيره تاع خماره تاع الخبز، ونص مغرف تاع السكر كيما راكم تشوفوا. هنايا بسستها شويه شويه هكا بيدي. ومن بعد هنايا جبت الحليب يكون دافي، لميت به العجينه تاعي. انا الحليب هنايا خضالي واحد الكاس غير هكا، كاس ناقص الكاس اللي عبرت به. كاس ناقص شويه تاع حليب. قلت لكم حليب يكون دافي، نلم به العجينه تاعي. هنايا العجينه ما تكون يابسه ما تكون جاريه، تكون مليحه طريه شويه، تتلاصق غير شويه في اليدين هكا باش تجينا الخبزه تاعنا تجينا خفيفه. كما راكم تشوفوا غطيت على العجينه تاعي خليتها تخمر. من جهه ثانيه هنا جيت نخدم معكم الحشو تاع الخبزه هذيك، الفطيره. هنايا الحشو اختياري، نتوما واش كان متوفر عندكم ديروا الحشو اللي جاكم سهل، واللي كان متوفر عندكم لي زانغريديون في الدار ديروا. انا كان عندي البصل، درت هنايا تكتوكه تاع البصل والطوماطيش، تجي بزاف خفيفه. تكتوكه بصل وطوماطيش كما قلت لكم. قليت هنايا البصل مع شويه تاع الزيت على نار تكون قليله، درت لها شويه ملح ونقعدوا نحركوا حتى تذبل كامل هذيك البصله تاعنا. درت هنايا زوج حبات متوسطين تاع بصل. وهنايا غير ذبال البصل تاعي جبت هنايا واحد 3 حبات ثاني يكونوا متوسطين تاع طوماطيش، قطعتهم هكا كاروات صغار. درت هنايا مغرف صغيره تاع طوماطيش تاع باطا، مغرف صغيره تاع العكري، شويه فلفل الكحل، وزدت شويه تاع الملح. وكيما راكم تشوفوا قطره ما درتها، وخليت التكتوكه تاعي طيب. من جهه ثانيه هنايا جيت العجينه تاعي كيما راكم تشوفوا حكمتها هنايا، حطيتها فوق البلان دو طرافاي وبديت نخدم فيها. هاد العجينه تاعي اللي راكم تشوفوا فيها قسمتها على زوج، درتها زوج كويرات باش نخدم الخبزه تاعي. كيما راكم تشوفوا هنا قطعتها بالكوبات. وهنايا راني شاعله الفور تاعي يسخن على درجه. ومن بعد غير ندخل الخبزه تاعي نديرو على 180 200 هكاك، سا ديبون دوك على كل وحده على حسب الفور تاعها. نحل الخبزه تاعي الاولى كيما راكم تشوفوا خياتي. درت شويه فرينه وبديت نحل العجينه تاعي، حليتها رقيقه كامل. ومن بعد جبت هنايا السنيوه تاعي. السنيوه تحبوا ديروا سنيوه مدوره، تحبوا ديروا سنيوه مستطيل، اي الشكل اللي حبيتوه نتوما. انا حليتها هنايا رقيقه واحد 1 سنتيم هكاك. حطيتها فوق هذيك الورقه الطهي، حطيتها في السنيوه. وكما كنتوا تشوفوا هنايا التكتوكه جات بزاف بنينه. وهنا الا عندكم الزيتون الخضر مقطع تحبوا ديروا اضافات واش كان متوفر عندكم كما قلت لكم. درت هنايا الزيتون الخضر كان مقطع عندي. درت هنايا فرماج دو بورسيون، ودرت هنايا فرماج غريير واش كان متوفر عندكم نتوما ديروا. هنايا زدت حليت الخبزه الفوقانيه، اي طبقه الفوقانيه اللي نديرها من الفوق. شوفوا ثاني حليتها رقيقه خياتي، رفتها هنايا وحطيتها فوق هذيك التكتوكه. كيما راكم تشوفوا هنا نضغط عليها هكا مليح في الاطراف باش ما تنحللناش كي نكون نطيبوا فيها. نجيب هنايا هذيك الصفار تاع الحبه تاع البيض، زدت لها شويه حليب وندهنها هنا من الفوق. من بعد هنايا من الفوق انا درت لها شويه فرماج رابي الكريير ولا واش حبيتو ديروا، ولا تحبوا ديروا حتى غير شويه زيتون ولا معدنوس ولا سانوج واش حبيتو ديروا، هنايا اختياري. درتها طيب خياتي، شعلت لها من تحت زدت لها من الفوق. شوفوا هنايا كي طابت وجات خفيفه. نتمنى ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه تاع اليوم خياتي. ما تنساوش ديروا لي جيم وكومونتير. نتلاقاو في فيديو جديد مع وصفه جديده، والسلام.